السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جايب لكم درس جديد، وهو كيف أسرق هذه الضحايا من الفي بي ان. يعني هذا الفي بي ان أنا عملت الفي بي ان القديم، هو اللي عملت عليه الدرس. وفات عليه اليومين ما عادش يشتغل. عملت في بي ان آخر، وجتني بعض الضحايا من الفي بي ان. كيف أسرق هذه الضحايا بنجاح، وكيف أنزع هو الهاكر القديم مثبتهم على العديد من السيرفرات. نذهب إلى تيست مانجر، نذهب إلى ملفات الضحية، ثم نذهب إلى ستارت اب. نجد أن الهاكر اللي كان مخترقهم ثبتهم على 1 2 3 4 5 6 7 8 سيرفرات، 9 10. يعني راح نحاول أن نحذفها. يعني حتى ولو سرقنا هذه الضحايا راح يوصل الهاكر صاحب هذه الضحايا، راح يجي التبليغ ويعرف أن السيرفر الأول قد سرق، ويحذفك من الضحية. هكذا دير حذف لن تحذف هذه السيرفرات. نذهب إلى تيست مانجر، بروسوس للضحية، ونبحث على أي شيء، أي عملية تشتغل من التيم. أول شيء نبحث عن أي عملية تشتغل من التيم. هكذا هذه التيم نعطيه كالي ديليت، هذا هو السيرفر الذي يتصل بهم. هنا انتهينا من التيم. نبحث عن أي برنامج، عن أي اسم لبرنامج لا يوجد في الويندوز، ويجب عليك أن تحترف الحماية حتى تقوم بهذه العملية. إن كنت مبتدئ ولا تعرف القليل عن الحماية، هذه جافا. ماذا تفعل في هذا البرنامج، في هذا المجلد؟ هذا البرنامج ماذا يفعل هنا؟ هذا جافا أبديت. هذا باين برنامج اختراق، باين عملية اختراق. هذه نعطيه كالي، نعطيه إيقاف. هكذا إيقاف وحذف، راح تتحذف. إن كنت لا تعرف شيء يعني عن ما أقوله عنه، إمكانك فتح شاشة الضحية. ماذا يفعل؟ اتصال ضعيف فقط، هنا لا يبين شيء. رأيتم كيف؟ اتصال ضعيف جدا، لا علينا. حتى تراه ماذا يفعل. إن كان فاتح جوجل كروم لا تغلق عليه حتى لا. ها هو جوجل كروم، ويتصل الآن من جوجل كروم، هو يشتغل الآن عن جوجل كروم. لا تغلق عليه جوجل كروم حتى يفيق أنه مخترق أو شيء من هذا القبيل، على هذا المفهوم يعني. إذا نذهب إلى هكذا. أظن ننتظر قليلا حتى أحذف بعض الأشياء. هذا لا يجوز. نذهب نرجع إلى ستارت اب، نحاول حذف. هل نحن في الطريق الصحيح أم لا؟ حذفت معظمها، وما زال هناك بعض السيرفرات متصلة. نرجع للتست مانجر، سيستم 32. وش راح يدير هنا؟ دير ايقاف العملية ومش راح يجرى له شيء. هذه وشي. ما هذه العملية التي تعمل الآن؟ أعطيه إيقاف. ما هذا البرنامج؟ هل يوجد برنامج بهذا الاسم؟ لا يوجد. وهكذا هكذا. حتى هذا لا يوجد برنامج. and host 60. أعطيه حذف. نرجع إذن. هو الآن ما زال هنا. راح نحاول نحذف.
نعطيه ديليت تست مانجر. راح نحاول نحذف هكذا حذف عشوائي. المشفر محترف قليلا. هذه ليست عملية إيقاف. هذه يعني وهذه جوجل كروم ماذا يفعل هنا؟ أعطيه ديليت لا يستعمل أي شيء. هذه متصل. هذا جوجل كروم طلعوا شيء طلعوهاش. وش هو هذا؟ بين سيرفر اختراق. هذا داتا نعطيه على إيقاف العملية. هذه ويندوز. هذا مجلد لا أعرفه. سيرفر طلعوا شيء. نرجع إلى هنا هكذا ونحاول حذف تلك السيرفرات. مازال سيرفر واحد. نرجع لهنا. الله أعلم. هذا سيرفر ويندوز. أعطيه كالي حذف هكذا. قاعد كالسيرفر تاعنا. السيرفر تاع اللي متصلين به الآن يعني هذا هكذا. هذا هو السيرفر يعني وش كاتب هنا؟ سيستم 32. نحن الآن نزعنا الضحية من التثبيت. والتثبيت ثبت الضحية. لا تثبت الضحية للأبد. هذه يوجد عناوين مضللة في اليوتيوب. تثبيت الضحية إلى الأبد. لا يوجد شيء اسمه تثبيت إلى الأبد. إذا نحن بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نحن هكذا بقى سيرفر واحد. راح نعطيه ها هو نجرتي الآن الذي يشتغل عليه ببورت 2222. نحن فتحناه في الدرس اللي فات. هكذا لنرى هل يأتينا التبليغ ولا أقعد اللقطة مش هتير بيك يعني. هكذا نحذف السيرفر. نعطيه السيرفر تاعنا هكذا. مبروك عليك. ضحية نظيفة خالية من الهاكر القديم. لن يستطيع وصوله إلى هذه الضحية. هكذا اختفت الضحية. راح ننتظرها في هذا النجرات. في حالة ما أن البرنامج الملغم بقي عند الضحية إذا ضغط عليه سيرجع الضحية عند الهاكر الأول. هذا الحل الوحيد يعني لا يوجد شيء اسمه تثبيت الضحايا. نحن نزعنا الضحية الآن من التثبيت. أين أنت أيتها الضحية؟ تعالي إلى هنا. نحن نفتح منو اي بي. ها هو ذا. ها هي الضحية اللي كنا عذبناها واللي نحيناها للاختراق. راح نذهب إلى المجلدات تاعه ونشوفوا هل هو يوجد إلا السيرفر تاعنا أو يوجد العديد من السيرفرات. راح نروح للستارت اب. ها هو يوجد إلا السيرفر تاعي يعني أنا الوحيد المخترق تلك الضحية. والهاكر القديم لن يستطيع الوصول إلى تلك الضحايا. ومبروك عليك الضحايا. ضحايا بدون أن يتعبك أحد أو هذا مكان. هذا هو الدرس. ولا تنسى الاشتراك بالقناة ولا تنسى زر لايك. وشكرا.